أول حاجة عشان نعمل الموديل ده إحنا هنعمله النهارده ب3 طرق. أهم حاجة عندي في الفيديو كله إنِّك أنتِ إزاي تعرفي إزاي تعوّضي القماش اللي هتعمليه كشكشة. لو أنتِ عملتِ كشكشة في الموديل كده، الموديل هيصغر منِّك، لازم تعوّضي الكشكشة دي. أنتِ خدتِ من القماش لازم تزوّدي اللي خدتيه. في البداية هنا عندي الموديل فيه قصّة زي نُص دايرة من فوق، الناحية التانية بتكون أقل في المسافة، فأنا هاخلّي الحتّة اللي هي القُبّة دي أو النُص دايرة زي ما أنتم عايزين تشوفوها بقى، هاخلّي الحتّة العالية دي مثلًا لو أنا هاخلّيها هي 15، التانية اللي هي الناحية التانية هتبقى 7.5. هنا أنا باورّيكِ إزاي يعني لو مش عارفة تعملي التدويرة، فأنتِ ممكن تجيبي طبق وتدوّري بيه. الجزء اللي أنا هاقصّه اللي من تحت ده إحنا مش هنحتاجه تاني دلوقتي، هنحتاجه لمّا نيجي نحط القماش على الباترون. باعمل الضهر أنا قُلت لمّا باجي هاخد الجزء الصغير اللي عندي هيبقى 7.5، فأنا هاعمل القطعة اللي أنا هاقصّها بقى في الضهر كلّها هتبقى 7.5، هي قطعة هتبقى متساوية مش هتبقى زي الأمام. يبقى الخلفة عندي القطعة اللي أنا هاقصّها هتكون مقاسها قد مقاس الجزء الصغير اللي في الجنب. إيه اللي أنا باعمله كده دلوقتي، أنا باعمل التوسيعات أو أنا باعمل اللي هي أماكن الزيادات القماش. أنا هاعدّل الباترون، لازم أعدّل الباترون، وهنا ما تلعبيش في الباترون اللي أنتِ راسماه الأساسي، لأ، أنتِ اعملي منه نسخ عشان النسخ دي اللي أنتِ هتعدّلي عليها. هنا أنا عملت نسخة من الباترون الأساسي وبدأت أعدّل. إيه اللي أنا باعمله، أنا باعمل الزيادات اللي أنا هاحطها في الموديل، الكشكشة أو الكُسر زي ما تحبي هتعمليها. أول حاجة إنِّك أنتِ عشان تعملي كده لازم تحسبي أنتِ عايزة تزوّدي قد إيه. أنتِ لو هتزوّدي 20 مثلًا أو 30 يعني 30 كتير أوي، لو هتزوّدي 20 عشان تعملي كسرات أو كشكشة 20 سنتي، حاولي إنِّك أنتِ تخلّي عدد الخطوط نُصّهم. يعني أنا دلوقتي هاعمل 20 سنتي، فأنا هاعمل 10 خطوط. كل خط هاشُقّه زي ما أنتِ شايفة كده، أنا بافتّحه، المسافة اللي أنا سايباها دي، اللي هي الواسعة دي، هتكون مثلًا 2 سنتي، فأنا لو عاملة 20 سنتي في 2 سنتي، فأنا كده وسّعت الموديل، يعني زوّدت قماش مقداره 20 سنتي، يعني أنا عملت 10 خطوط وزوّدت 20 سنتي. لازم تعملي التوسيعات دي ما دام هتعملي أي حاجة فيها كشكشة أو هتعملي أي حاجة فيها كسرات، عوّدي نَفْسِك على كده. الباترون اللي أنتِ بتعدّليه لازم تتأكدي إنِّك أنتِ راسماه صح. زي ما أنتِ شايفة أنا باقعد يعني بافرد التوسيعات على الورقة الجديدة، لإن الورقة الجديدة دي هتبقى النسخة المُعدّلة، ولسه هنعدّل تاني في الرقبة. فأنتِ هنا هتعدّلي الباترون بدال المَرّة 2. ده التعديل الأول اللي هو عرفنا التعديل في الأمام اللي هو في الجزء اللي فيه الصدر من تحت ده عملنا الكشكشة بتاعته. نرجع تاني نعدّل الرقبة بقى، زي ما قُلنا باحسب أنا عايزة أزوّد قد إيه، لو أنا هازوّد 10 مثلًا سنتي فزي ما أنا عملت كده، فأنا هاعمل 5 خطوط، ولمّا هافتّحهم وأحط زيادة ما بين كل خط والتاني 5 سنتي. يا ريت لو أنتِ هتعملي بالطريقة دي ترقّمي القطع دي كلّها، رقّمي القطع علشان لو فتحت منِّك أوي لمّا تيجي تركّبيها ما تتوهش منِّك، لمّا تيجي تحطّيهم على الباترون اللي هتعدّليه التاني ما يتوهوش منِّك، ويخلف معاكِ مثلًا بقى الموديل في حاجة أو تبوظ التفصيلة منِّك، لأ لازم ترقّميهم لو أنتِ أول مرّة. اضبطي التوسيعات كويس على الورقة الجديدة أو على الباترون الجديد أو الباترون المُعدّل، لإن ده اللي هتقصّي عليه، واتأكدي قبل ما تقصّي إنِّك أنتِ راسماه صح، وإنِّك أنتِ رصّاهم صح، وإنِّك أنتِ عاملة تفتيحاتِك مضبوط، وإن الخطوط في أماكنها. هنا أنا باحاول
اعمل التوسيعات واظبط كويس، لان ده التعديل اللي هيبقى عليه الموديل، ده اخر تعديل. خلاص احنا عملنا التعديلين، عدلنا وزودنا مقدار القماش اللي احنا هنعمله في الصدر، وكده بنزود مقدار القماش اللي هنعمله في الرقبة. هتحسبيه ازاي؟ بتشوفي هتعملي قد ايه، هتعملي 20 سنتي، هتعملي 10 سنتي، بتفتحي الاماكن، بتخلي العدد زوجي عشان تقدري تحسبي كويس. يعني انا هنا فتحت، عندي هنا 5 خطوط، كل خط من اللي انا فتحته حطيت ما بينه 2 سنتي. هنا انا برسم، لازم ارسم بقى الشكل، ان ده الشكل اللي انا هقص عليه الباترون. خلاص كده يعتبر انا خلصت طبعا الامام، والخلف هعمله زي الامام ما انا عملت نفس التوسيعات، مع اختلاف بسيط. الاختلاف البسيط في الخلف ان انا هخلي المسافة اقل. يعني لو انا الوسعة عندي في المسافات هنا مخليها 2 سنتي، فانا في الخلف هخليه سنتي. دايما الكشكشة اللي في الخلف اكيد مش هتبقى زي اللي في الامام. اهو زي ما بقولك، هنا عملت نفس عدد الخطوط، يعني بالمعنى الأصح أنا يعني هزود، بس هنا هزود نص المسافة، فتحتهم. بس أكيد مش هحط طبعا ال2 سنتي زي ما هي، لأ هحاول أخليها سنتي ونص مثلا، سنتي. الطريقة دي ممكن تكون هتزهقك شوية، بس هي بصراحة بتعمل، يعني بتبقى يعني محببة قوي في موديلات معينة، بيبقى ما ينفعش إلا إنك تستعمليها. يعني أحيانا بيبقى الطريقة دي هي اللي لازم انت تستعمليها، زي ما قلنا كده في الرقبة مثلا، انك لازم تعملي توسيع. اهي هنا عملنا الخلف، كده خلص عندي الموديل من قدام ومن ورا. اما بالنسبة للجزء الاسفل اللي هو الجيبة دي كروش عادي خالص، وبرضه هوريكي في اخر الفيديو ازاي تعمليها. بتمنى يا رب ان انا اكون عارفة اوصل لكم المعلومة. انا حقيقي ما اتعودتش اشرح الحاجات دي، بس اهو بحاول. هنا بوريكي، يعني بحاول اوريكي ان الموديل هيبقى شكله ايه او ازاي بنركبه. هنا خلاص خلصنا، عملنا دي الطريقة الاولى. بالنسبة للطريقة التانية اللي انا هعملها دي، الطريقة دي من اسهل الطرق اللي ممكن تعملي بيها حاجة زي كده، لانك انت بتعوضي، بتحسبي القماش اللي انت هتزوديه على طول. يعني انا هزود 10 سنتي، هزود 12 سنتي، وباجي اخدهم من الجنب كده، زي كأني بعوض في البنس بالظبط. هي الطريقة دي حلوة جدا برضو وسهلة، وما فيهاش اي صعوبة. على فكرة هي دي الطريقة اللي انا عملت بيها الفستان الاول. يعني بدأنا هنا كده خلصتها. هنا زي ما قلنا الرقبة فيها كشكشة، ممكن تعمليها عادية كده، بس هو الاشيك لو اتعملت كده بصراحة. لازم تعمليها كده فيها كشكشة او حاجة، لكن لو سبتيها كده من غير كشكشة او كسرات هيبقى شكلها يعني مش وحش، بس برضو مش تبقى لطيفة. هنا زي ما شفنا في المرة اللي فاتت بنعمل توسيعات الرقبة. لازم وانتي بتعدلي على الباترون قلنا لازم ترقمي الورق. لو انتي مش متعودة تعملي الحاجات دي، رقمي الورق وحددي الأماكن. يعني اللي تحت اعملي له لون، واللي فوق اعملي له لون عشان ما يتوهش منك. يعني مثلا الاتجاه الرقبة اعمليه بلون، والاتجاه الصدر اعمليه من تحت كده بلون، عشان تبقي عارفة، ويبقى ما يتوهش منك الورق، او مثلا يتلخبط ويدخل على بعضه، ويبقى حرام بوظتي القماش وتعبك راح. حاجات صغيرة، بس بصراحة انا جربت كل حاجة وانا بتعلم، فياما بوظت. بس الأيام اللي كنت باتعلم فيها كانت الدنيا رخيصة، لكن دلوقتي كل حاجة غالية. حتى الورق اللي انت هترسمي عليه الأصلي، اللي هترسمي عليه الباترون، حتى الورق ده برضو مكلف، ما هوش يعني رخيص قوي علشان نقعد نبوظه. فحاولي على قد ما تقدري انك انت ما تهدريش،
حاولي تعملي حاجة كويسة وفي نفس الوقت تحاولي توفّري. أهو كل اللي عملته إن أنا هنا خلاص عملت الزيادة من الجنب وعملت توسيع الرقبة، كده خلّصنا الأمام. الخلف سهل جدًا، قُلنا هنحسب إحنا الزيادة قد إيه وبرضه هنزوّدها من الجنب، هنعوّضها في الجنب كإننا بنعمل بينص بالضبط. ويا ريت تتفرّجوا على الباترونات في قنوات كتير بتعمل الباترون الأساسي، هتفهّمكم وإزاي طريقة أخْد المقاسات وإزاي بتعوّضي في البِنَس، كل الحاجات دي هتخلّيكِ تعرفي الموديلات دي وإزاي تعمليها بسهولة. هنا بنحُط الزيادة أهي في الجنب وعلى طول هنوصّلها بعد فتحة الجيرو، كده بنعتبر خلّصنا الأمام وخلّصنا الخلف. طبعًا ده هيبقى مفتوح، هيبقى قطعتين لإن إحنا هنعمل سوستة كده بنخلّص الطريقة التانية. الطريقة التالتة يا رب أكون فهّمتكم والله، والله أنا مش أنا عايزة أشرح أحسن من كده بس أنا ما باعرفش. يا رب أكون فهّمتكم. الطريقة التالتة سهلة أوي، أسهل من الطريقة الأولى والتانية. التعويض هنا بإن أنا باعمل خط واحد أو شق واحد، باحسب المسافة، بافتح الباترون عن بعضه اللي هي اللي أنا هاعدّله، وباشوف المسافة اللي أنا هازوّدها كام. أنا هنا كنت مزوّدة 12 في القبلون، فبالتالي هازوّد هنا 12 زي الطريقتين اللي فاتوا، ويا دوب باخد شكل الباترون الجديد وخلاص على كده. أنا كده عملت التعديل الأول في الباترون. لو أنتِ عايزة تكتفي بكده وما تعمليش الرقبة اللي هي ما تعمليش الكشكشة اللي في الرقبة، ما تعمليهاش براحتك. كده خلاص كده بيعتبر أديني عدّلت التعديل الأول في الأمام، ما خدش معايا يعني ثواني. باتأكد إن الرسم بتاعي مضبوط، أهو باوريكِ. ده مكان الكشكشة اللي هو الزيادة اللي إحنا حطيناها بتاعة القماش. قُلنا القماش اللي إحنا هنعمله كده أو اللي هنكشكشه لازم نعوّضه، ما ينفعش أعمل بالباترون من غير ما أعمل التعديلات على الباترون، القماش هيبوظ منِّك، لازم تعدّلي الباترون، واوعي تشتغلي على القماش على طول. لمّا تكوني هتعملي حاجة فيها قصّات اوعي تشتغلي على القماش على طول. هنا نفس الكلام عملته في الرقبة، ما رضيتش طبعًا يعني الطريقة الأولانية كنت باعمل أكتر من خط. هنا حسبت بقى المسافة اللي أنا برضه هاعملها في الرقبة، أنا هاعمل 10 سنتي، فهاخد ال10 سنتي مرّة واحدة، هافتح الباترون وده التعديل التاني، هاخد شكل الباترون الجديد برضه. ما تستغربيش لمّا تلاقي شكل الباترون بتاعِك اتغيّر، ما تقوليش لأ ده كده هيبوظ، لأ هو ده الشكل ده بعد ما هتركّبي وتعملي كسراتِك أو تعملي الكشكشة، هيرجع للشكل اللي أنتِ شايفاه في الصورة ده. يا ريت لو حد عنده أي تعديل، لو حد مش فاهمني، لو حد عنده أي تعليق أو أي انتقاد يقوله لي. كده خلّصت أهو، كده بقى شكل الأمام، الجزء الأعلى. الخلف نفس الطريقة، باحسب برضه المسافة اللي أنا هازوّدها، التعويض اللي أنا هاعوّضه، لازم أعوّض القماش اللي أنا هاعمل له تكسير ده أو هاعمل له كُسَر أو اللي أنا هاعمل له كشكشة لازم يتعوّض، لإن ما ينفعش آخُد من القماش من غير ما أزوّده. باخد الشكل بتاع الباترون النهائي علشان لمّا أحطه على القماش هو ده اللي هيعمل لي الموديل اللي موجود. يبقى أول حاجة عرفناها إن إحنا لو عندنا كشكشة أو كُسَر لازم نعوّض القماش، ما ينفعش نخلّي الباترون زي ما هو، لازم نعوّض. بنعمل تفتيحات يا إما بنعمل فتحة واحدة بعدد بالسنتي مثلًا اللي إحنا عايزينه، بعدد السنتيات اللي إحنا عايزينها بزيادة القماش. يعني أنا عايزة أزوّد 20 سنتي فهازوّد القماش 20 سنتي، عايزة أزوّد 15 هازوّد القماش 15. لازم أعمل زيادة القماش اللي أنا هاعمل منها الكشكشة أو هاعمل منها الكسرات. هنا عندي أهو الباترون
ولاحظي إن الطريقة الأولى والطريقة التالتة لمّا حطيتهم على بعض هيطلع الباترونين شبه واحد أو شكل بعض بالضبط، لإن كل اللي عملته إن أنا بافتّح القماش من النُص، أمّا الطريقة التانية فأنا باخد زيادة القماش كلّها من الجنب، يعني باعمل تعويض من الجنب، فهيكون مختلف شوية عن الطريقة الأولى والطريقة التانية والطريقة التالتة، لكن الطريقة الأولى والتالتة هتحسّي إن الباترونين تقريبًا شبه بعض بالضبط. آجي بعد كده هنعمل الكولوش، الكولوش عادي باجيب القماش باطبّقه على 2 وبعدين باعمل مثلث، المسافة اللي أنا باخدها دي هي مسافة الوسط على 4. ولو أنا هاعمل كشكشة بازوّد زي ما قُلنا القماش، يعني أنا لو هاعمله 20 سنتي الوسط لأ، أنا هازوّد للكشكشة كمان 20 سنتي، فهاخد الوسط مثلًا 40، بس أكيد ما فيش وسط 40. برضه لمّا باجي لاحظتِ إن في الصورة ورا لو رجعتِ لها هتلاقي إن الكولوش نفسه الجيبة من فوق برضه معمول لها شوية كشكشة كده، الكشكشة دي يعني لو أنا عندي مثلًا الوسط دلوقتي مثلًا 70 قسمته على ال4 هيدّيني 15، ال15 أنا هازوّد لهم مثلًا قدّهم كشكشة، 15 يعني أنا ممكن أعمل وسط 30. هنا لمّا هتيجي تحطّي الباترون على القماش، بتطبّقي القماش على 2 لإن أنا كده مش هاطبّقه على 4 لإن عندي قصّة. باخلّي القماش بمقدار أكبر قطعة عندي، يعني العرض عندي باخلّيه بمقدار أكبر قطعة عندي، وخُدي بالِك الضهر هنا مفتوح، هنا زي ما باقول لِك أهي قطعة الصدر، باعمل حساب الزيادات وباعمل حساب القماش، طبعًا أنا باورّيكِ ده حاجة مصغّرة، مجرّد باورّيكِ هتعملي إيه. هنا برضه الكولوش وأنا باعمله أهو باتنيه الأول نُصّين وبعدين باعمل مثلث زي ما عملت،